هل عمرك وقفت مع نفسك وسألت أنا بختار الشخص اللي قدامي بعقلي ولا بجرحي القديم؟ هو اللي بيختار لي؟ السؤال ده صادم بس ضروري. كتير مننا بيحاول يدخل علاقة جديدة وهو شايل في قلبه وجع من علاقة فاتت، حد خان، حد وجع، حد خذل. النتيجة يفضل الجرح ده عايش جواك وكأنه نضارة مكسورة بيبص بيها على أي حد جديد، فتلاقي نفسك يا إما بتهرب من حد شبه اللي وجعك أو بتنجذب لحد بيشبه اللي وجعك بالظبط، وكأنك بتعيد نفس الدايرة. ليه ده بيحصل؟ لأن العقل الباطن ساعات بيجري ورا الحاجة اللي مألوفة حتى لو مؤذية. يقولك أنا عارف النوع ده، أنا عارف الشخص ده حتى لو بيوجعني. وفي نفس الوقت الجرح القديم بيخليك تفقد الثقة، تبقى شايف كل الناس متهمين إلى أن يثبت العكس، فتلاقي نفسك مش قادر تختار صح، مش قادر تميز. طيب ايه الحل؟ الحل انك تقف وتواجه نفسك. لازم تعترف انا شايل جرح ومحتاج اتعامل معاه. اول خطوة اعترف ان الماضي مأثر عليك. الاعتراف مش ضعف، ده قوة. تاني حاجة ادي لنفسك فرصة تلتئم قبل ما تدخل علاقة جديدة. الخطوة الثالثة لما تيجي تختار اسأل نفسك ايه اللي عقلي بيقوله وايه اللي جرحي بيحركني بيه. افتكر الشريك الصح مش جاي علشان يعالجك من جرحك، هو جاي يكمل معاك وانت متعافي او على الاقل واعي بجروحك. ما تدخلش علاقة عشان تنسى، ادخل علاقة وانت قادر تدي حب من مكان سليم مش من مكان موجوع، وساعتها هتبقى الشريك الصح. اسمعني كويس، لو معالجتش جرحك القديم هتفضل أسير ليه وهتختار بنفس الإيد اللي وجعتك. لكن لو اخترت بعقلك وبوعي وبمسؤولية هتلاقي نفسك قدام علاقة صحية بجد. من الآخر القرار في إيدك، تختار بعقلك ولا تسيب جرحك هو اللي يختار لك. اختار صح، هتبقى ساعتها الشريك الصح.